نظم قلت أصلا لا يوجد ثمة برهان علمي على وجود الله، مستحيل. والذي يقول لك لدي برهان علمي على وجود الله، قل له أولا أنت ساذج، واضح أنك إنسان ساذج، لا تفهم لا فلسفة العلم ولا الفلسفة العقلية، أنت إنسان بسيط جدا جدا، مغفل من مغفلي الشوارع. كيف يا رجل برهان علمي وفلان وعلان؟ أقول لك أنت ساذج يا أخي، والله لا تفهم ماذا تقول. العلم لا يستطيع أن يثبت وجود الله، وليس من شأنه أن ينفي وجود الله، ببساطة هكذا، ملوش علاقة بالقضية كلها. لماذا؟ لأن العلم عنده ساحة وميدان يشتغل فيها فقط، وهي ساحة إيه؟ العالم الطبيعي، سواء الكبروي أو الصغروي، وعنده مناهج محددة يتوسل بها. كل ما خرج عن هذه الساحة يقول لك هذا ليس من تخصصي، ما بتكلم فيه لا بالنفي ولا بالإثبات، ماليش علاقة به. يعني قال لو ثبت بالعلم إنه هذا التصميم المعين تصميم دقيق وذكي وعبقري وجميل وفاعل والى اخره، ثبت، انا اثبت لك هذا، اذا في الله. اقول لك ماليش علاقه، ليش في الله؟ ايش بدرينه في الله؟ ايش علاقه انه هذا الكائن دقيق جدا وتصميمه انه في الله؟ هذا العلم يقف. تدخل الميتافيزيقا، دخلت المبادئ العقليه الان. نقول انت كعالم صح، من حقك كعالم فقط الان ان تقول هذا، انه هذا الشيء لا بيثبت ولا بينفي، بس من حقي كفيلسوف أن أستغل أنا هذا الشيء الذي اكتشفته كعالم. أنا قلت لك أنت بتموني قاعد كمثال فقط، هذا مثال مادة أستخدمها، وبعدين إيه أعمل فيها ماذا؟ أعمل فيها آلة القوانين العقلية. أول هذه القوانين قانون العلية، قانون وفلسفيا لابد لكل معلول من علة، لابد لكل معلول إيه؟ انتبهوا، العلة الفلسفية غير العلة العلمية، وغير العلة في أذهان المثقفين العاديين. العلة الفلسفية لا يمكن أن تكون إيه؟ بينها وبين معلولها فاصلة زمنية. انتبهوا، هذا لا يفهمه معظم. في ناس برضو إيه كتبوا ينتقدوني،